في الفترة الأخيرة انتشر آراء لبعض مختصي التغذية بيتكلموا عن إن إحنا ناكل اللحمة رير، يعني مش مطية بشكل كبير، أو ميديوم رير يعني مطية لحد ما لكن برضو مش بشكل كامل. ده بيكون أفضل في رأيهم من إن إحنا نتناول اللحوم المطية بشكل كامل، خاصة المقلية في الزيت أو المعمولة على الفحم. وده نتيجة لتكوين الهيتيروسايكليك أماينز اللي بتزيد من خطورة النوع ده من عملية الطهي لفترة طويلة. قبل ما نتكلم من وجهة نظر سلامة الغذاء في الموضوع ده، مهم ان احنا نوضح يعني ايه الهيتيروسايكليك اماينز. الهيتيروسايكليك اماينز هي عبارة عن مركبات ضارة جدا، ده حقيقي، بتتكون في البروتينات اللي بتتعرض لدرجة حرارة عالية جدا اثناء الطهي، زي اللحوم او الفراخ او الاسماك، لما بنكون بنقليها مثلا في الزيت لفترة طويلة او بنشويها على الفحم. الهيتيروسايكليك اماينز لا قدر الله ممكن تصيب انواع كتير من السرطان على المدى الطويل، وهي فعلا مركبات ضاره جدا. ولكن هل معنى كده ان انا هاكل اللحوم بشكل مطهي غير كامل؟ لا طبعا. هنا انا بعرض نفسي لخطر تاني، وهو التسمم الغذائي، لان انا لما دام ما طهيتش اللحمه بشكل كامل معناها ان هي مليانه بكتيريا، اختارها السالمونيلا او الستاف اوريوس، ودي انواع شديده جدا من البكتيريا بتسبب حالات كتير جدا من التسمم الغذائي. طب انا في الحاله دي همنع مثلا الاكل الحاجات اللي متعرضه للزيت او المشويه على الفحم؟ لا، في الحاله دي هنلجا لحل وسط، وهو ان احنا بعد ما بنتبل اللحوم لفتره كافيه ممكن ان احنا نسلقها لفتره بسيطه من ربع ساعه لتلت ساعه، وبعد كده نكمل طهيها في الزيت لو هنقليها او لو هنشويها على الفحم، بحيث ما تتعرضش لفتره طويله لدرجات الحراره العاليه قوي دي، فما تلحقش تتكون الهيتيروسايكليك اماينز فيها، ونكون حافظنا على صحتنا وفي نفس الوقت حصلنا على الطعم اللي احنا عاوزينه. خليكم دايما في سلام.